السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وشرح جديد لمادة الأطفال. هناخد النهاردة معانا أول درس وهنقول فيه الأسئلة المهمة والأسئلة اللي اتكررت قبل كده في الامتحانات، واحنا بنشرح هنقول الخلاصة في كل سؤال علشان ناخد درجتنا كاملة وقت الامتحان. وطبعا المادة احنا خدناها قبل كده في سنة تالتة، فاحنا عندنا خلفية كاملة عن المادة، فهيكون المادة بالتالي معانا سهلة وخدنا قبل كده خلفية عنها، فكل حاجة بإذن الله هتكون سهلة. أول درس معانا في مادة الأطفال هو Perspective Pediatric Nurse. Perspective Pediatric Nurse أول حاجة فيها ناخد definition. ايه هو التعريف بتاع البيدياتريك نيرس؟ هو تعريف تمريض الأطفال. تمريض الأطفال هناخد الخلاصة في الديفينيشن، وأول حاجة من الديفينيشن هتبدأ branch of medical science that deal with the care for the children from conception to adolescence in health and illness. لحد هنا تمام قوي. هناخد الفول مارك في الديفينيشن، اللي عايز يكمل عادي. بس ترجمة الديفينيشن بتقول branch of medical science هو فرع من العلوم الطبية اللي بتتفق مع أو بتتعامل مع رعاية الأطفال منذ فترة الحمل حتى سن المراهقة في الصحة والمرض. لحد هنا تمام. اللي عايز يكمل هيبدأ يقول it's concerned with preventative, promote curative and rehabilitative care of children، اللي هي بتهتم بالرعاية الوقائية والتعزيزية والعلاجية والتأهيلية. لحد هنا كده الفول مارك برضو، يعني لو كتبت لحد health and illness برضو صح، في كلتا الحالتين هما صح والفول مارك معانا. ده أول سؤال، دي الديفينيشن بتاع المادة أصلا اللي احنا بندرسها. تاني سؤال ال qualities of a good pediatric nurse. ايه هي صفات ممرضة الأطفال؟ في صفات عندنا كده هم 6 لازم يكونوا موجودين في الممرضة عشان تكون تتعامل مع الأطفال. أول حاجة good observer, honest and truthful, love to work with the children, interested in family care, able to provide teaching to children and their family. أول حاجة معانا قلناها اللي هي good observer، يعني قوية الملاحظة. honest and truthful يعني صادقة وأمينة. we love to work with the children بتحب تشتغل مع الأطفال أو بتحب اللي تتعامل دايما مع الأطفال. interested in family care عندها اهتمامات برعاية الأسرة. able to provide teaching to children and their family عندها القدرة ان هي تعلم دايما الأطفال وعائلاتهم. بدي كده الصفات اللي لازم تكون موجودة في ممرضة الأطفال، والسؤال ده مهم جدا جدا جدا، موجود متكرر في بنوك أسئلة وفي امتحانات سابقة وموجود في بنك 2024. نيجي للسؤال الثالث اللي بعد كده، اسمه role of the pediatric nurse. السؤال هنا معانا لو جه هيجي على هيئة complete. هي الرول of the pediatric nurse عندنا primary role و secondary role و differentiated practice role و advanced practice role. معناها اللي هي القواعد الأولية والقواعد الثانوية والقواعد تدريبية مختلفة وقواعد تدريبية متقدمة. ماشي، هناخد بقى واحدة واحدة من النقاط ديت ونشرح بتتكلم عن ايه. اول حاجة البرايمري رول. البرايمري رول ديت لو السؤال هنا جه معانا هيجي برضو على هيئة كومبليت. في البرايمري رول كير جيفر، او السؤال هيجي primary role is caregiver ويحط 4 نقاط. فاحنا هنكمل هناخد هنا معانا عناوين اللي هي caregiver, advocate, educator, researcher, manager or leader. caregiver معناها مقدم الرعاية. caregiver معناها مقدم الرعاية. مقدم الرعاية بيعمل ايه؟ helping patient diagnosis بيساعد المريض ان هو diagnosing اللي هو يشخص، و monitoring and administrating therapeutic intervention اللي هو يتم تشخيص المريض وبنعمل له ملاحظة وبندي الدواء إعطاء الدواء للمريض.
advocate اللي هو support للبيشنت، يكون شخص داعم اللي هو assist للفاميلي and the children to make informed decision، بيساعد العيلة والأطفال اللي هم ياخدوا قرار سليم في حالتهم. وeducator اللي هو بيدي تعليم، وهو معلم او مثقف كده. researcher باحث. manager او الليدر مدير او القائد. السؤال هنا في لو جه هيجي على هيئة complete في البرايمري رول caregiver is كذا 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 كذا، نكتب 3-4 نقاط حسب ما هو طالب مني. في بعد كده اللي هما سطرين كده، مفيش في حاجة مهمة يعني القراية. نيجي لتاني نقطة معانا في رول في البيدياتريك نيرس، هي secondary رول. وهنا السؤال ده مهم وكان جه في بنك أسئلة هيئة complete. secondary رول coordinator collaborator communicator consultant. السؤال هنا هيجي على هيئة complete. نيجي للي بعده. the nurse has to provide care to sick children and their family by assessing their needs, planning for their care, implementing the nursing care plan, evaluating the children condition and the plan of care, providing health teaching of children and their parent. السؤال ده نفس السؤال بتاع النيرسينج بروسيس. في النيرسينج بروسيس كنا خدناها قبل كده، بتتكون من 5 اللي هما assessing و planning و implementing evaluating providing. ده نحفظ هما برضو 5، وهنزود عليهم اللي احنا بنعمل assessing، بنقيم احتياجات المريض. بعد كده بنخطط ايه؟ بنخطط عشان نعمل الرعاية وننفذ، او بنعمل تدخل للنيرسينج كير بلان للرعاية التمريضية. evaluating نبدأ بقى نقيم حالة الطفل او الرعاية اللي احنا قدمناها او خطة الرعاية. providing health teaching to children and their parent. كده عندنا نقطة رقم 2 خلصت. رقم 3 differentiated practice rule اللي هي بتبقى الدرجات العلمية اللي الممرضة بتوصل لها دايما، هي بتطور من نفسها. ممرضة الأطفال أول حاجة عندنا clinical care conditioner اللي هي associated degree اللي هي اسمها درجة الزمالة. وفي عندنا care manager اللي هو BS degree اللي هو الشخص بيكون خريج كلية. وفي عندنا clinical nurse اللي هو الماستر ديجري اللي هو زي درجة الدكتوراه والماجستير. في عندنا اللي هو the nurse should be assist children to return to their maximal level to functional following illness and or diabetes. دي برضو نقطة السطر للقراية مفيش فيه حاجة مهمة. نيجي للرقم بعد كده advanced رقم 4 advanced practice role nursing practitioner و clinical nurse specialized و case manager. هي رقم 4 دي مش مهمة قوي. وبرضو اللي هي differentiated practice role برضو ما هيش مهمة قوي. هي لو هنقارن بين advanced practice role و differentiated practice role هتبقى differentiated هي المهمة اهم من الادفانسد. بس السؤال هنا لو جه هيجي كرول pediatric nurse هيجي كسؤال عايز عناوين. ماشي. concept of the children care مفهوم رعاية الطفل. هنا السؤال هيجي definition، بس السؤال هيجي definition لو كان الامتحان جاي من بين سطور، فهنا هيضيف هنا definition معانا هيقول health is fundamental right every human being، ان الرعاية الاساسية الصحيحة لكل شخص بتبدأ من health should become a healthy citizen and the healthy citizen make a healthy nation. معناها ان اساسيات الصحة او الاساسيات الصحية الصحيحة لكل شخص بتبدأ من الهيلث تشيلد اللي هو الطفل الصحيح، بيجي من اللي هو السيتيزن اللي هو المواطن الصحي. when healthy citizen making healthy national، ان معناها لما يكون الشخص صحي او الشخص محافظ على المكان او بيحافظ على البيئة، الهيلثي اللي هو make الهيلثي national هيكون فيه بيئة صحية. طول ما يكون الشخص محافظ هيكون المكان اللي حواليه برضو هيكون بيئة صحية معروف. نيجي لعنوان تاني اسمه hospitalization الاستشفاء او وجود الشخص حتى في المستشفى.
في عندنا الانترودكشن ديت اول سطر مش مهم، لو جه في سؤال في السطر التاني، لو السؤال جه ككومبليت من بين السطور هيبدأ من اول children are particularly vulnerable of this stressor because هنقول فيها الستريس represent change from a usual state in health and environmental routine، اللي هو الروتين البيئي ان الشخص بيعيش في اللي هو عايش فيه من ساعة ما يصحى من النوم لحد ما بيجي ينام. هل في تغير ايه هو يعني الروتين اللي هو الروتين اللي ماشي عليه صحيح، ولا في حاجة مش ماشي عليها ماهيش مظبوطة هتأثر عليه بعد كده وعلى صحته. children have a limited number of coping mechanism to resolve the stressor. الأطفال لديهم عدد محدود من آليات التكيف علشان يحلوا الضغوطات اللي موجودين فيها. ده السؤال لو جه complete من بين السطور. نيجي للي بعده causes of hospitalization، أسباب الشخص هو شخص موجود في المستشفى. ايه سبب وجوده في المستشفى؟ طبعا سؤال سهل بيجي سؤال complete وكان موجود في بنك الأسئلة بتاع 2024. شخص موجود في المستشفى عشان illness عنده مرض، surgery في جراحة، diagnostic procedure بيتم تشخيصه، therapeutic procedure بياخد علاج، في إجراء علاجي هو هياخده. تمام، السؤال ده كده سهل مفيش فيه أي حاجة وكان جاي في بنك أسئلة فركزوا عليه. في سطر بعده على طول كان موجود في complete. السؤال ده بيجي complete من بين السطور. Major stressor for hospitalization include separation, loss of control, bodily injury and pain. السؤال هنا بتاع الميجور جاي complete من بين السطور. Major stressor of hospitalization include السبب الرئيسي للتوتر الأطفال هو ايه؟ separation الانفصال، loss of control قلة التحكم، bodily injury في إصابات وجرح عنده and pain والألم. definition of separation anxiety هو التعريف بتاع التوتر الانفصال. هو الطفل لما يجي الطفل وقت انفصاله عن والديه، الأب أو الأم جايين بيسلموا الطفل بتاعهم عشان يتلقى علاج، ففي الوقت كده دي وقت الانفصال الطفل عن والديه. separation anxiety بيشير إلى ايه؟ refer to ايه؟ excessive fear زيادة الخوف or anxiety أو التوتر about separation from الهوم، يعني عنده زيادة في الخوف أو القلق والتوتر وكمان انفصال عن بيته. كده السؤال عندنا لو جه كومبليت. نيجي لسؤال تاني ومهم، هو manifestation separation anxiety in young children. السؤال ده مهم جدا، بيجي short account وبيجي complete، هو نفس السؤال يعني بس short account بيحتاج كمية اكتر في الكتاب. manifestation separation anxiety اول حاجة كان عندنا كم مرحلة؟ 3. stage of protest, stage of despair, stage of detachment. اول مرحلة عندنا stage of protest اسمها مرحلة الاحتجاج. في سطر مكتوب جنبها كده، السطر اللي مكتوب جنب كل مرحلة بيكون مهم، بيجي كترو فولس او ساعات بيلخبط الاسماء المراحل ويسيب نفس السطر. يعني مثلا stage of protest observe behavior true ولا false؟ طبعا false. ويجي تاني stage of despair behavior observed during late influence include false. هنخلي بالنا من كده. واكتر حاجة مهمة بتيجي في صح وغلط يعني هي المرحلة الاولانية stage protest. نخش على اول سؤال اسمه stage of protest مرحلة الاحتجاج بيكون موجود فيها ايه؟ ونركز على الصورة اللي هي اول صورة معانا اللي هي cries. اول حاجة الطفل cries بيبكي، screams بيصرخ، و search for parent with eye بيفضل يدور على والديه بعينه كده، بيفضل يشوفهم راحوا فين. crying
تو بيرنت هو بيتشبث او اسمها بيتمسك، بيقعد يمسك كده في فمه علشان اللي هي ما تسيبوش. و avoid and rejects to contact with the stranger، اللي هو بيتجنب او اللي هو يرفض يتواصل مع الغرباء. يبقى المرحلة الأولانية اللي معانا، الطفل بيفضل بيعيط وبيصرخ وهو بيفضل يدور على أبوه وأمه بعينه، يفضل يدور عليهم كده، وبيمسك فمه جامد وهي بتسيبه كده، ويتجنب وبيرفض ان هو يتواصل اللي هو او يتفاعل مع اي غريب موجود في القسم اللي هو دخل فيه. دي كده اول مرحله معانا. تاني مرحله stage of despair، اللي هو مرحله اليأس. اول حاجه الطفل بيكون inactive، مش متفاعل خالص. withdraws from other، بيكون منعزل عن الاخرين. وdepresses وساد، مكتئب وحزين. ولكن terrorist environment، مش متفاعل خالص مع البيئه اللي هو قاعد فيها. uncommunicative، ماهوش متعاون. بالمرحله التانية اللي هي الصورة التانية اللي معانا، الطفل دايما بيكون inactive، مفيش تفاعل خالص، ومنعزل من الآخرين، مكتئب وحزين، مفيش أي اهتمام بالبيئة اللي هو قاعد فيها خالص، قاعد ساكت على طول ومش متعاون. وفي نقطة بعد كده برضه نخلي بالنا منها في المرحلة التانية، بتيجي كtrue false، اللي هي regresses to earlier behavior. مثال عليها اللي هو معناها يقصد بيها اللي هو بيرجع للسلوك البدائي اللي كان هو الطفل اللي بيتعامل فيه ساعتها، اللي هو thumb sucking، اللي هو مص الأصابع، وبدويتنج، ويوز base for using البوتل، اللي هو بيرجع بقى يستخدم الببرونة بتاعته تاني. دي كده دي النقطة المهمة اللي معانا. النقطة اللي بعد كده مش مهمة خالص، النقطة اللي قبلها هي اللي مهمة اكتر. يبقى دي المرحلة التانية، ونركز في كل مرحلة والنقاط بتخصها ايه، عشان برضو بيجي كترو فولس او بيجي MCQ وبيلخبطكم ما بينها. فتركزوا في كل مرحلة من المراحل التلاتة دومت، كل واحدة والنقاط اللي تحتها ايه. نيجي للمرحلة التالتة اللي هي stage of detachment، اللي هي مرحلة الاستقرار. ان الطفل خلاص، اللي هي الصورة التالتة اللي معانا، ان الطفل خلاص بدأ اللي هو لازم وإجباري يتعود على المكان أو القسم اللي هو قاعد فيه. في المرحلة اللي هي رقم 3 بقى الطفل بيظهر ايه؟ show increased interest in surrounding، بيظهر اللي هو مهتم بالبيئة المحيطة بيه، وبيتفاعل مع الغرباء اللي هم موجودين في المكان. وfamiliar caregiver، اللي هم بيعطوا الرعاية الأسرية. forms new about superficial relationship، وبيكون عنده علاقات سطحية مع الآخرين. وappear happy، وبيظهر دايما اللي هو مبسوط وفرحان. هو بيظهر بس هو مش كده. يبقى المرحلة الثالثة بيظهر وبيعرض ان هو عنده زيادة اهتمام بالبيئة المحيطة، بتفاعل مع الغرباء ومعطيه الرعاية الصحية، وعنده superficial relationship، عنده علاقات سطحية جديدة من الاشخاص، وبيظهر ان هو مبسوط وفرحان. ماشي. وفي نقطة detachment usually occur after prolonged separation from the parent، يعني detachment الاستقرار ده عادة بيحصل after prolonged بعد فترة طويلة من انفصال عن العائلة او اللي هو عن ابوه وامه. السؤال ده ممكن يجي true false، في كلمة after يلخبطنا ما بينها، وفي كان في كلمة longer prolonged، long حاجة ليها مدة طويلة يعني، كلمة after وprolonged نركز على دول. نيجي للسؤال المهم والأهم والمهم جدا، هيفيدنا بعدين في السؤال اللي بعد كده، والسؤال ده لازم يتحفظ. أول حاجة minimizing separation يعني ازاي أقلل الخوف الانفصال اللي بيحصل للشخص. يعني ازاي أقلل الانفصال؟ أول حاجة نعمل involve the parent in care، بخلي الوالدين يشاركوا في الرعاية plan care with the parent، و provide facility for the parent to stay، و bring comforts photo toy music to remind the child of the home، و support for the parent with the financial difficult، و monitor attachment.
نيجي للترجمة. involve the parent in care، بنشارك الوالدين في الرعاية. plan care with the parent، بنخطط الرعاية مع الوالدين. provide facility for the parent to stay، اللي احنا بنوفر المرافق للوالدين عشان يفضلوا موجودين مع الطفل في حال الطفل احتاج للوالدين. و bring comforters to food to toy music to remind the child of the home، دايما بنحضر الصور والألعاب والموسيقى وكل حاجة بتخص الطفل وألعابه وصوره كلها موجودة معاه عشان تفكره اللي هو موجود في بيته مش في مكان غريب عشان ما يحصلش له separation anxiety. we support for the parent with financial difficult، اللي هو بنعمل دعم للآباء اللي هما بيعانوا من صعوبة مالية. monitor attachment، اللي هي مراقبة التواصل. هنحفظ السؤال ده مهم جدا علشان هيجيلنا في السؤال اللي بعد كده هنعرف نكتب في مواضيع اكتر في السؤال اللي بعد كده. nursing care of the hospitalized child، فيها نقطتين والنقطتين ومش مهمين قوي. change from the usual stage of health و change in routine. نيجي للسؤال الأكبر هو separation anxiety. separation anxiety قلق الانفصال. nursing intervention هو التدخل التمريضي في حالة separation anxiety. أول حاجة preserve trust، بحافظ على الثقة. reassure the child parents will return، بطمن الآباء أن الأطفال هيرجعوا تاني وأحسن من حياتهم تتحسن يعني. provide a place for the parent to stay in hospital to promote attachment، اللي هو بوفر مكان للوالدين علشان يكونوا موجودين في المستشفى نعزز الارتباط بعلاقته مع ابنه او بنته الموجودين في المستشفى، اللي هو برضو بتتكلم في نفس الموضوع اللي احنا قلناه في minimizing separation. و have the parent leave a personal article with the child picture toy clothes، برضو احنا قلناها في minimizing separation ان احنا بنخلي في الارتكل هو الاشياء بتاع الطفل اللي هو صوره العابه ملابسه موسيقى اللي هو بيسمعها يحب يسمعها علشان تحسسه موجود في البيت عنده. احنا عندنا لحد الاجابه بتاعت السؤال nursing intervention لحد كلمه friends and visitor. هنختار اسهل جمل احنا نحفظها وتاخدوها، احفظوا 5 6 منهم هتلاقوا كله سهل. وبرضه لو كتبتوا بتاع اللي هما ال6 نقاط بتاعة المينيمايزنج سيبريشن هتتحسب طبعا صح وتاخد الفول مارك. ونزود عليها كمان نورماليزنج اللي هي الهوسبيتال انفايرومنت ومينتينينج الشيلد روتين وتايم ستراكشنج والسيلف كير واللي هي الايج ابروبريت والسكول وورك والفريند اند فيزيتور. نزود عليهم ال5 نقاط اللي تحت دولت هيزود معانا كمية وهيكون اجاباتنا طبعا صح ونكتب كمية كافية من الاجابة عشان نرسم انترفنشن عايز اجابات كتير. نيجي لاخر سؤال موجود معانا اللي هو اسمه maximizing the potential benefit of hospitalization، ازاي ازود المزايا للاقامة بالمستشفى. اول حاجة providing educational opportunity promote self mastery providing socialization و support الفاميلي member. انا بوفر فرص التعليمية والاعتماد على النفس وبوفر التنشئة الاجتماعية ودعم افراد الاسرة وبعزز العلاقة بين الوالدين. fostering the parent child relationship، بعزز العلاقة بين الوالدين والطفل. providing educational opportunity، بوفر فرص تعليمية. promoting self mastery ان انا بعمل يحصل فيه اعتماد على النفس. و providing socialization، بوفر التنشئة الاجتماعية. supporting الفاميلي member، دعم افراد الاسرة. كده اول درس معانا في مادة الاطفال، وان شاء الله يكون شرحي عجبكم واستفدتوا منه. وانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي اللي هو شرح شابتر 2.